متابعي قناة شاهد فيديو، إليكم تفاصيل وفاة المخرج التونسي شوقي المجري الذي توفى اليوم في الفجر في العاصمة المصرية القاهرة. إليكم تفاصيل الخبر، ولا تنسوا بإبداء رأيكم والضغط على زر اللايك واشتراك. اليوم فجع الوسط الفني بخبر رحيل المخرج التونسي شوقي المجري الذي غاب عن دنيانا فجر اليوم أثر ذبحة قلبية، وهو كان في العاصمة المصرية القاهرة. وارتدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي ثوب الحداد على الفقيد الذي أسرى الساحة الدرامية العربية بأعماله. ممكن نكون احنا ما سمعناش كمجتمع مصري او عربي عن المخرج التونسي شوقي المجري، لكن هو له اعمال اثرت فينا وعارفينها كويس قوي، لكن للاسف ما نعرفش هو اللي عاملها. اليكم تفاصيل اكتر عن المخرج التونسي شوقي المجري. المخرج شوقي المجري كان مقيما بشكل دائم في القاهرة، وكثير من الناس اعتبروه مصريا لأنه كان يتقن اللهجة المصرية العامية، نظرا لأنه كان يتعامل بشكل جادي مع الفنانين وله أعمال أثرت فينا. المخرج شوقي أصيب بوعكة صحية منذ أيام، وتم نقله إلى المستشفى في ساعة متأخرة من الليل. بعدها أصيب بذبحة قلبية على أثرها فارق الحياة بشكل مفاجئ. مخرج شوقي المجري مش بس كان مقيم في القاهرة عشان يثبت ذاته ويترك لنا مجموعة من المسلسلات ذات القيمة في الفن المصري، وكمان كان متزوج من الفنانة صبا مبارك وله منها ولد، ولكن للأسف تم الانفصال منذ فترة. ولكن هي أول إنسانة علمت بخبر وفاته وقامت بإبلاغ والدته وأهله في الأردن. محمد أخو المخرج شوقي المجري كلم النهاردة السفارة التونسية علشان تسريع إجراءات نقل الجثمان من القاهرة علشان يتم مراسم دفن الجثمان. تم توجيه نداء عاجل إلى الفنانة لطيفة من أخو المخرج شوقي المجري، وقال لها احنا عارفين مكانة شوقي عندك وعلاقتكما الوطيدة، نرجو أن تتدخلي لدى السلطات في مصر لتسريع الإجراءات لأن أفراد العائلة لا يمكنهم التنقل حاليا إلى مصر. فنان عابد الفهد ما كانش مصدق نفسه وقال رحلة انتهت بدقيقة صمت، دقيقة صمت على روح الأخ والصديق المخرج المبدع شوقي المجري. رحلة بدأت في عام 2009 من مسلسل أسمهان، تليها مملكة النمل، تليها هدوء نسبي، وانتهت بدقيقة صمت وداعا شوقي المجري. هند صبري قالت رحل اليوم مخرج كبير أكد عبر كل أعماله إن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد. ابن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير شوقي المجري رحمه الله وغفر له. كتير جدا من الفنانين في العالم العربي والمصري والخليجي نعوا المخرج شوقي المجري بكلمات حزينة وأسى كبير وحزن وعلى فراقه، لأن هو أسرى السينما العربية بعدد من المسلسلات التي لا يمكن أن يقوم أحد آخر بتعويضه إياها. شوقي المجري هو من مواليد 11 نوفمبر سنة 1961. هو مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال الفنية والتلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية. ولد في العاصمة تونس في منطقة باب سويقة. والده كان نجارا ويعمل في شركة لصناعة الأثاث الموبيليا، ولديه 9 أخوة وهو أصغرهم، وهو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك، ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس سنة 2004.
من أشهر أعماله دقيقة صمت، سقوط حر، حلاوة الروح، نابليون والمحروسة، هدوء نسبي، مسلسل أسمهان، مسلسل أبناء الرشيد، مسلسل الطريق الوعر، وشهرزاد، الحكاية الأخيرة، الأرواح المهاجرة، وغيرها وغيرها من التراث السينمائي العظيم. أشرف زكي في نقابة الممثلين قال إن هو هيتم نقل جثمان المخرج الكبير شوقي المجري إلى تونس غدا الجمعة من أحد المستشفيات الخاصة. هبة مبارك طليقة المخرج شوقي المجري تلقت العزاء من أصدقائها الفنانين متمنين لها ولنجلها الصبر والسلوان، وقامت بنشر صورة له سوداء على حسابها على الفيسبوك. رحل المخرج شوقي المجري عن عالمنا فجر الخميس 10 أكتوبر أثر أزمة قلبية خلال تواجده في القاهرة، وقال أو يقال إنه توفى على باب المستشفى. في عام 2002 كانت انطلاقة لشوقي المجري، أخرج خلالها 3 مسلسلات: مسلسل تاريخي كان اسمه عمر الخيام، ومسلسل تاني اسمه تاج من شوك، ومسلسل الاجتياح. فاز بجائزة الإيمي عن مسلسله الاجتياح كأفضل عمل أجنبي. في عام 2006 حصل على الجائزة الذهبية في مجال الدراما التاريخية في مهرجان القاهرة العربي عن مسلسل أبناء الرشيد. وفي عام 2012 أخرج مسلسل نابليون والمحروسة، وله فيلم سينمائي طويل وحيد يحمل اسم مملكة النمل، ويعتبر من أشهر الأفلام السينمائية الطويلة. وعمل مع نيللي كريم في مسلسل سقوط حر عام 2016.